ده عشان ربنا. الكلام حلو، الفعل سيء. طب ليه الفعل سيء؟ انت بتضحكي عليا ولا على ربنا؟ حكي عليا بني ادمه زيك عادي. طب وربنا ما بتضحكش عليه ايه؟ يعني انت فاكره نفسك ان انت لما تكبري وشعرك يشيب وتلاقي ولادك فجاه اتفرقوا عن بعض او بينهم مش طايقين بعض ولا عارفين حتى يشيلك ولا يشيل ابوهم؟ يا رب انا عملت ايه يا رب؟ ده انا كنت بره بابويا وامي. بس حرضتي جوزك انه يبعد عن اهله، حرضتي جوزك ان ما يسالش في اخواته، انه ما يساعدهمش لو وقعوا في مشكله. بس برضه العيب عليك انك عندك قابليه تبيعهم، ما عندكش انتماء ليهم. برضه ده عيب عندك. عشان كده زي ما بعتهم وما شفتهمش، لازم ولادك يكبروا ويبيعوك. وانتي عشان ما صلحتي ما ما صلحتيش من حال جوزك وقلت له لا، اهلك زي ما يبقى ليك خير لاهلك هتبقى ربنا هيبارك في حياتنا وفي ولادنا. بس بسيطه، ناس بتكعبلها، مامتك قالت، اختك سوت، عملت. الراجل بالذات انا قاعد في مكان، تعالى امك قالت لي، اختك سوت لي، ابوك قال لي. بصي، القيل والقال في بيتنا مش عايزه اسمعه في شقتنا. خلاص قضينا اليوم ومشينا، ننسى اللي حصل. تروح لاهلك، يا جماعه انا مش عايز مشاكل، يا جماعه انا سكتها وهي هتيجي ساكته، محدش يعمل مع مراتي مشاكل، خلي العلاقه بينكم سطحيه وكويسه، ولا حد يرمي كلام من تحت الترابيزه ولا من فوق الترابيزه. معلش يا بابا عشان بيتي يعيش. وتبوس ايد مامتك وتبوس ايد باباك وتبوس اخواتك، وانا بحبكم وانتوا اهلي وما اقدرش افرط فيكم. الكلمه الحلوه تطيب الخواطر. ومراتك لو بنت اصول هتسمع كلامك وهتيجي في القعده اللي بعديها ساكته. طب اهلك طلعوا وحشين والموضوع زاد عن حده، هي لو بت، انا هقول عليها بت بتاعت مشاكل، هتقلب لك بيتك وبيت اهلك نار على جمار دي، او بركان هيقوم فيه، وهتلاقي بيتك وبيتها بيتخانقوا. فانت هتعمل ايه لو انت ما عندكش انتماء لاهلك؟ اقول لكم ايه، انا مش عايزكم، انا عايز بيتي وولادي، وتروح واخد بيتك ومراتك وعيالك وبعد عنهم. ربنا مش هيبارك لك، لان انت اللي عملته هيطلع لك. وانت لو جيتي لما عيالك يكبروا وبعدوا عن بعض قلتي ايه اللي حصل، ارجعي بالذاكره، انت حرضتي شخص انه يخسر اهله وما صلحتيش من اخلاقه. ان اهلك زي ما يبقى ليك خير لاهلك هيبقى ليك خير فينا. طب انت لو واحده محترمه وهاديه، اهلك يا ابني فيهم كذا وكذا، انا مش قادره على العيشه دي معاهم، انا بعد اذنك انا سيبني في شقتي معززه مكرمه، في المناسبات هكلمهم، وكل سنه وانت طيبه يا طنط، كل سنه وانت طيب يا عمو، وسلم على اخواتك، والموضوع خلاص خلص في المناسبات. خليني في القعدات بقى الجانبيه اللي هو بتيجي مثلا مره في الاسبوع او مرتين في كل اسبوعين، مفيش مشكله. خد ولادك، هم احفادهم من حقهم يشوفوهم. كل ده ليه؟ عشان ربنا، عشان اللي انا بعمله معاهم يقعد لولادي لما يكبروا ويجوا يشوفوني، يبقى هم اللي باقيين لي. ده الموضوع. اتعاملوا يا جماعه مع الموضوع بهدوء. مرات الاخ لو مش بنت اصول فعلا هتخلي بيتك ده نار وبركان. وانت لو راجل اوعى تخسر اهلك، اوعى تخسر اهلك علشانها، لان لو مالكش خير فيهم مش هيبقى ليك خير ولا فيها ولا في ولادك. انت بقى لو راجل وصح، افصل بخيط رفيع. يعني ايه خيط رفيع؟ خليها على سطحيه. اتكلم الاول بهدوء، طب يا جماعه من غير ما تتخانق هنا ولا هنا، الراجل حمول، ولا من هنا ولا من هنا. طب اتكلمنا مره اتنين تلاته، طب خلاص يا جماعه، هي لقيتها قليله الادب وبتطول لسانها وبتعمل معاك مشاكل، الله خلاص اقعدي انت في بيتك، انا هاخد ولادي واوديهم اهلي. بس على شرط ولادك لما يروحوا عند اهلك ما يقوموش العيال، ما تقومش العيال على امهم، لا، يبقى في احترام ما بين العيال والعيلتين، ما احترام ما بينكم، ما يذكرش واحد فيكم التاني بالفاظ. لان في ناس وصلت انها تروح تقول ده انت جدتك دي مجنونه، ده عمتك دي مش طبيعيه، ده مش ده خالك ده اهبل، ده مش ما بقى ما ينفعش. لا بجد والله ما ينفع. الاحترام هيحل اي مشاكل. جت بقى واحده كويسه وبنت حلال، يا هناكي يا سعدك في البيت، يا هناكي يا سعدك، كل اللي في البيت
هيشيلوكي على دماغهم وهيقولولك احنا نديكي عينينا وقلبنا وكل اللي لينا لو رعيتي ربنا فيهم وخليتيه يبقى في صله رحم ما بينه وما بين اهله وما بينك وما بين بينهم وما بين ولادك وما بينهم. ربنا هيجازيكي احلى خير. ولو طلعت وحشه يا جماعه السطحيه حلوه، الوقت وقت المناسبات بس. هي قليله الادب وسفه افصلها في ساعتها، لا انت في حالك وهم في حالهم. ليه؟ انا ما اقدرش اخسر اهلي عشان هم اهلي اللي ربوني وتعبوا فيا، وانت مراتهم وولادي. انت طب طلقني، لا مش مطلقك، سيبها. عملت لك قضايا ومحاكم، صح دي تبقاش بنت اصول. ولو رجعت لمامتها واهلها هتلاقي مامتها عملت كده في باباها، ويبقى ده سوء اختيار منك. عشان كده نحسن الاختيار يا جماعه. البيوت بتتبني احيانا على سوء اختيار، لازم تبنيها على حسن الاختيار. اختاروا ازواجكم وزوجاتكم صح، لان دي عائلات والاولاد اللي بيشيلوا الليله. يا رب اكون فدتكم. انا عارفه ان الفيديو طول، لو ما انا في لسه كلام تاني بس للاسف الفيديو عدى، فلو عجبكم الكلام اقدر تبلغوني واكمل لكم بقيه الكلام. يا رب يكون ان انا فدتكم يعني.